صلاة الجماعة شعيرة مهمة، نص الشارع المقدس على الاهتمام بها، وأكثر من الدعوة للمحافظة عليها، وذكر لها مكاسب كثيرة مادية ومعنوية، وكفى أن يعرف ما للمصلي في جماعة. فهذا رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث عما يناله من استمرار في أداء فرائضه جماعة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ومن حافظ على الجماعة حيثما كان مر على الصراط كالبرق اللامع في أول زمرة مع السابقين، ووجهه أضوأ من القمر ليلة البدر، وكان له بكل يوم وليلة حافظ عليها ثواب شهيد. ومن حافظ على الصف المقدم فيدرك من الأجر مثل ما للمؤذن، وأعطاه الله عز وجل في الجنة مثل ثواب المؤذن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الرجل في جماعة خير من صلاته في بيته 40 سنة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس كان له في الفردوس 70 درجة، بعد ما بين كل درجتين كحذر الفرس الجواد المضمر 70 سنة. ومن صلى الظهر في جماعة كان له في جنات عدن 50 درجة، بعد ما بين كل درجتين كحذر الفرس الجواد 50 سنة. ومن صلى العصر في جماعة كان له كأجر 8 من ولد إسماعيل كل منهم رب بيت يعتقهم. ومن صلى المغرب في جماعة كان له كحجة مبرورة وعمرة متقبلة. ومن صلى العشاء في جماعة كان له كقيام ليلة القدر. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: من صلى الفجر في جماعة رفعت صلاته في صلاة الأبرار، وكتب يومئذ في وفد المتقين. وقد جاء في فضلها أيضا: فإذا زادوا على 10 فلو صارت السماوات كلها مددا والأشجار أقلاما والثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة. ولا يدرك المكلف ما يفوته من أجر وفضل صلاة الجماعة، فقد ورد أن تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام خير له من 70 حجة و1000 عمرة سوى الفريضة. ولو فات المصلي شيئا مع الإمام فقد فاته الشيء الكثير الذي لا يمكن تعويضه. فقد ورد أن عبد الله بن مسعود فاتته تكبيرة الافتتاح يوما فأعتق رقبة، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، فاتتني تكبيرة الافتتاح يوما فأعتقت رقبة، هل كنت مدركا فضلها؟ فقال: لا. فقال ابن مسعود: ثم أعتق أخرى، هل كنت مدركا فضلها؟ فقال: لا. يا ابن مسعود، ولو أنفقت ما في الأرض جميعا لم تكن مدركا فضلها. ورغبة منا في أن تأخذ هذه الشعيرة موضعها الذي أراده لها الشارع المقدس، نقدم هذا العمل راجين من الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا، وأن يجعله في ميزان أعمالنا، وأن يرضي عنا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه يوم يطلع على صحائف أعمالنا. اللجنة الثقافية بمسجد الشهداء بالقديح. تفضل تفضل تعال. وش اخبارك يا اجازه؟ والله الحمد لله، مزرعة البيت، مزرعة البيت الشباب. وش اخبار الشباب ياك؟ والله الشباب ها الحمد لله طيبين؟ الحمد ما لله. طلعتوا طلعه ولا شيء، ولا رحتوا المزرعه ولا؟ لا في يعني ها كل ما بين اسبوع اسبوعين نطلع يا الشباب ما. الله يحييك. الحمد الا لله. اليوم شفتك عندنا هنا في الفريق، وش عندك؟ والله اليوم جا في بالي اني اصلي هنا في المسجد عندكم، فجيت اصلي فتوقعت اشوفك صراحة في المسجد. شغلت رادار يمين يسار ما شفتك. لا سلامة. اليوم انا صليت في البيت. يعني اليوم صليت في البيت؟ بصراحه انا ما اصلي في المسجد. جار المسجد وتصلي في البيت، والنبي شنع في جار المسجد اللي ما يصلي في المسجد.
صراحة أنا ما أعرف ألتحق بصلاة الجماعة. ما تعرف؟ اسمع قصتي. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سبحان الله سبحان الله سبحان فرحت الله. الإمام في الصلاة، يعني ما عرفت أن ألتحق ببانا، صليت فرادة، وقبلها حصلت لي يعني نفس الموقف هذا نفسه، أن دخلت المسجد والإمام في الصلاة بعد زين، فخليت التربة، أنا أخذت التربة ما عرفت يعني أن ألتحق بهم، حطيت التربة ورحت كملت الصلاة في البيت، يعني ما عرفت أن أصلي أنا، ما أعرف وش تكليفي في هذا يعني. زين ليش ما تتعلم؟ اللي علمني. اللي يعلمك يعني انت باين عليك انت تبغى تتعلم، ومين يعلمك؟ هل طلبة هالعلم هذيلا؟ أنا أستحي أسأل وأنا في هالعمر. اي صدق، صدفة اليوم الشباب في المسجد هذا موزعين سيدي بعنوان صلاة الجماعة، فأتوقع يعلم كيف صلاة الجماعة. إن شاء الله نشوفه يا بعض الحين. نشاهده. يا علي. كيفية الالتحاق في صلاة الجماعة. الحالة الأولى أن يلتحق المأموم بالإمام بعد تكبيرة الإحرام من قبل الإمام، فيتابع المأموم الإمام في جميع الأقوال والأفعال ما عدا قراءة الفاتحة والسورة يتحملها الإمام، فإذا كانت القراءة جهرية أنصت المأموم إلى قراءة الإمام، وإذا كانت القراءة إخفاتية يستحب للمأموم الاشتغال بالتسبيح أو التهليل أو التحميد أو التكبير. قد أقامت الصلاة قد أقامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أستغفر الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحالة الثانية أن يلتحق المأموم بالإمام في الركعة الأولى أثناء قراءة الإمام للفاتحة أو السورة، فيتابع المأموم الإمام في جميع الأقوال والأفعال ما عدا قراءة الفاتحة والسورة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. الحالة الثالثة أن يلتحق المأموم بالإمام في الركعة الأولى أثناء ركوع الإمام. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. إذا جلس الإمام من السجدة الأخيرة متشهدا مسلما تابعه المأمومون جميعا وسلموا معه ليخرجوا من الصلاة. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحالة الثانية أن يلتحق المأموم بالإمام في الركعة الثانية، ولذلك صور. الصورة الأولى أن يكون التحاق المأموم بالإمام أثناء قراءة الإمام الفاتحة والسورة، فيكبر المأموم وينصت إلى قراءة الإمام إذا كانت القراءة جهرية، ويشتغل بالتسبيح لو كانت إخفاتية. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحالة الثانية أن يلتحق المأموم بالإمام في الركعة الثانية أثناء قنوت الإمام، يكبر تكبيرة الإحرام، يقنت المأموم مع الإمام ويتابعه في بقية الأفعال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل على محمد وآله الأطهار. الله أكبر. الحالة الثالثة أن يلتحق المأموم بالإمام في الركعة الثانية أثناء ركوع الإمام، يكبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة مستحبة قبل الركوع، ثم يركع مع الإمام. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. فإذا جلس الإمام للتشهد بعد السجدة الثانية تجافى المأمومون الثلاثة الذين التحقوا بالإمام في الحالات الثلاث. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وظيفة المأمومين الذين يتجافون متابعة الإمام في تشهده الأول. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. يشتغل الإمام في الركعة الثالثة بالتسبيحات الأربع، فيشتغل المأمومون الثلاثة الذين التحقوا به بقراءة الفاتحة والسورة. يركع الإمام ركوعه الثالث وقد فرغ المأموم الأول من قراءة الفاتحة والسورة وقنت والتحق بالإمام في ركوعه. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. يفرغ المأموم الثاني من قراءة الفاتحة، وأثناء قراءته للسورة يركع الإمام، يقطع المأموم السورة ويتابع الإمام في الركوع. المأموم الثالث أثناء قراءته للفاتحة الإمام قد ركع. الأعلام جميعا يقررون أن وظيفته الانفراد، والسيد السيستاني يقرر أن بإمكانه قطع الفاتحة والالتحاق بالإمام في الركوع. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. فإذا جلس الإمام للتشهد والسلام جلس المأموم